اهلا وسهلا بيكم مع قناه ابو سمره. بنتكلم في تحليل للكوره، تحليل مش فيزيائي، مش تحليل الكبير، مش تحليل ايمن يونس، تحليل عادي بسيط. بس النهارده صحينا على خبر ان فيتوريا ضم محمد صبحي واحمد فتوح لقائمه المنتخب. هل فيتوريا بيتحدى حازم امام بعد تواصل حازم امام مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لما وضح له ان هو مش عايز المنتخب يضم التلاتة، او الزناري كده كده ما كانش بيروح يعني. مش عايز يضم لا فتوح ولا محمد صبحي. التوقع الشخصي ليا ان حسين لبيب بعد ما خضعوا الاتنين لجلسة التحقيق بتاعتهم هو مش عايز يخسر الاتنين، لكن علشان عايز يكسر المبالغ الكبيرة للعقود بتاعتهم، فسلم حسين لبيب الاتنين او التلاتة للجمهور. محمد صبحي لازم هيعمل توقيع تجديد للعقد بتاعه، لكن محمد صبحي يا جماعه بياخد مليون جنيه بعد الضرايب، بتبقى حوالي 900,000. فمحمد صبحي كان طالب 17 مليون، لكن بعد الواقعة ديت لو صبحي وصل لسبعة أو لتمانية كويس ليه. فعشان كده ال الكلام اللي وصل لحازم امام ان لا عادي يروح المنتخب، علشان هو بس كانت حاجه تأديبيه. لكن هم عارفين الجهاز الفني في الزمالك او الجهاز الاداري في الزمالك او رئيس نادي الزمالك حسين لبيب واحمد سليمان ان الاثنين دول لو اتعاند معاهم اكتر من كده هيروحوا بيراميدز، او محمد صبحي هيروح بيراميدز وفتوح يا اما الاهلي يا اما زد. وغير صحيح ان الزد مش هيوقع مع اللاعب. لو الزمالك ساب احمد فتوح تماما، زيد هيخش في مفاوضات قويه جدا معاه كمان. بس هو هناخد اللقطه يعني، فايه ماشي هنكسبها ده. لكن الزمالك كان بيصرف حوار تأديبي بس علشان يكسر ارقام المبالغ فيها الفتوح والمحمد صبحي. لكن غير صحيح ان هم تواصلوا مع حازم امام، لكن هي حاجه كده للجمهور علشان تخويف للاتنين دول. لكن هم مش هيعملوا كده مع الاتنين لعيبه دول، علشان لو الاتنين لعيبه دول خلاص وصلت ان هم ما راحوش المنتخب بسبب الزمالك هيرفضوا التجديد للزمالك. بيراميدز مستني خالص اي رفض من الزمالك او اي اختلاف بين الزمالك ومحمد صبحي علشان يعلقوا الاتنين معاه. شكرا ليكم، وده كان تعليقنا على انضمام صبحي وفتوح للمنتخب في قائمة فيتوريا اللي اعلنها منذ قليل. شكرا.